سيد، لو قلت لك ان انت هتقعد على كرسي وزير الاقتصاد او وزير المالية لمدة 3 ايام فقط لا غير، ايه اهم القرارات اللي هتاخدها؟ طبعا حضرتك على علم بالقوانين المعرقلة لدور كل وزير، هتخاطر بايه وايه اهم حاجة هتعملها في خلال 3 ايام في محاولة لاحياء اقتصادنا المصري؟ والله القرارات اللي انا هاخدها ان انا ابدا انشط القطاع الخاص بكافه الاشكال. ابسط حاجه ممكن اقولها لك مثلا ان انا اطلع قرار بالغاء كل المطبات الصناعيه اللي في مصر. احنا عندنا مهزله في مصر مثلا، احنا عندنا تقريبا مطب صناعي لكل مواطن. انت عشان تروحي مشوارك، انت الصبح بتروحي هو شغلك في مش ساعه. صناعي بس، هو طبيعي كمان. يعني ابسط حاجه اقولها لك في علاقه بين الطرق والدخل القومي. ابسط قرار هقوله لك ان انا هلغي كل المطبات الصناعيه. اداره المرور في مصر تبع ضباط الشرطه، مع ان اداره المرور المفروض انها تبع اهل العلم والاختصاص اللي هم مهندسين النقل ومهندسين الطرق ومهندسين المرور. نعم. في عندنا تخصص مهندسه الطرق وهندسه النقل وهندسه المرور، دي 3 تخصصات في كليه الهندسه موجودين في قسم الاشغال العامه في هندسه عين شمس. هعمل اول قرار، ده قرار الاقتصاد، هنقل اداره المرور اخليها تبع المهندسين دول. هقول لهم لو سمحت الغوا المطبات الصناعيه. الغاء المطبات الصناعيه لوحدها ممكن يدخل للناس ما يقرب من 30 مليار جنيه في السنه. ده نتيجة للتعطل هقول لك والمروري ولا ليه، نتيجة هقول لك إيه؟ ليه. انت الصبح بتروحي شغلك في ساعه وبالليل بتروحي في ساعه، بتشتغلي 8 لا ساعات. ساعتين احيانا، ساعتين الصبح وساعتين بالليل. احيانا بتشتغلي في 8 ساعات، ممكن الدخل اليومي مثلا 200 جنيه 300 جنيه في اليوم، صح؟ او 100 جنيه، هنقول في ناس بتاخد 100 جنيه في اليوم. نعم. طيب اولا بتستهلكي بنزين زياده اللي هو اصلا مدعم، اللي هو اصلا بيكلف موازنه الدوله. العربيه بتهلك. طيب هنسيبنا من البنزين، نسيبنا من اهلاك العربيه، خلينا في الشغل. لو شلنا كل المطبات الصناعيه اللي في مصر والحفر والنقر والبلاعات اللي بتطلع دي، بدل ما توصلي لشغلك في ساعتين هتوصلي في ساعه الا ربع، هتوصلي في نص ساعه. بالليل هتروحي في نص ساعه. بدل ما انت بتشتغلي 8 ساعات هتشتغلي 10 ساعات. بدل ما انت دخلك 100 جنيه في اليوم هيبقى 150 جنيه في اليوم. ماذا عن الدماء على الطريق؟ مش انا لازم امن برضو المشاة عشان اشيل المطبات؟ حاله مليون مطب صناعي وعسكري المرور واقف في النص، هو يعني واقف طول النهار في الشمس ومش عارف يعمل، عمال ده يرفع احنا ايده كده قربنا ويرفع نعمل ايده كده. مطبات صناعية للسكك الحديدية. بالظبط. والقطر يقف عندها. يعني ده اللي بيحصل. احنا لما بنسافر بره مصر مفيش مطبات صناعيه، وبعدين نسافر ليه؟ هو مش عندنا في علم برضه ولا ايه؟ أكيد. مش في حاجه اسمها هندسه الطرق والنقل والمرور؟ نعم. وانا اصلا مهندس مدني. نعم. مفيش حاجه اسمها مطبات صناعيه العشوائيه دي. يعني في يعني اداره المرور دي لازم بالعلم. ادي قرار. القرار الاول، القرار ده الثاني. القرار الثاني ها. فائده البنك المركزي. لو قللتها تدريجيا من 10% الى 4% على مدى 36 شهر، يعني كل 6 شهور مثلا 1%، يعني هل في ممكن يكون اجماع عام ضد هذا القرار ام لا؟ انا مش هستنى راي الناس. العلم بيقول ان انا اقلل فائده البنك المركزي، فانا مش هعمل مليونيه عشان اخد رايهم. كل دول العالم ما عندهاش فائده البنك المركزي، مش هاخد راي حد، مفيش ديمقراطيه. نسبة التقليل في الفايده بص اقول لك على حاجه، اتفضل. العلم ما فيهوش ديمقراطيه. لو العالم كله ماشي في سكه ان انا اقلل فائده البنك المركزي مش هاخد راي حد. مفيش ديمقراطيه في العلم. العلم وصل لمرحله ان فائده البنك المركزي في اليابان والمانيا 0، في الصين نص في المية، في دول الخليج 1%، في اوروبا في امريكا 1%، 1 الا ربع و1 وربع. نعم. تتراوح في اوروبا كلها 1%. مش هاخد راي حد. فائده البنك المركزي لازم تقل من 10% توصل ل 4% تدريجيا عشان ما يحصلش كارثه. القرار الثالث ان انا اقلل الضرائب. ما انا لو قللت الضرائب، بدل ما انا عندي 17 مليون موظف قطاع خاص، هيوصلوا 34 مليون موظف قطاع عام. بدل ما انا باخد منهم مثلا في بعض الاحيان 10%، زي مثلا ضريبه المبيعات، ده انا عندي ضريبه مبيعات وضريبه ارباح وتصاريح وتراخيص ودمغات ومصاريف تجدد سنويا، ده بخلاف التامينات اللي هو بيدفعها. عندي حاجات كتير قوي. طب ما انا لو قللتها له للنص واديته ايه الميزه؟ انه بيسحب فلوس من البنك المركزي، ما هو هيسحبها غصب عنه. نعم. ما انا لو قللت فائده البنك المركزي هيسحبها غصب عنه، لانه هيتفاجئ ان الفلوس ما بتعملش حاجه. ممكن اوصلها 4% على 3 سنين، غصب عنه هيفتح منشاه جديده، هيشتغل فيها لوحده ولا معاه ناس؟ هيشارك. كل واحد ده انت لو سحبتي 100,000 جنيه من البنك ممكن تشغلي معاكي 3. انت هتشتغلي. ما هو انت لما كنت حاطه 100,000 جنيه في البنك انت عاطله، لكن لما تشغلي معاكي 3 بقيتي بتشتغلي. لما تحطي مليون في جنيه في البنك وتستني ارباح سنويه 100,000 جنيه انت عاطله، بس عاطله من البهوات، عاطله من الهوانم. لكن لما تسحبي المليون جنيه من البنك وتشغلي مع المليون جنيه ده، ممكن تفتحي مؤسسه يشتغل معاكي 10. خلاص. احنا ممكن نجبر الناس انها تسحب تريليون جنيه من البنك
عارفه دول يعملوا كام فرصه عمل؟ ممكن يعملوا 30 مليون فرصه عمل. بس مع تيسير ايه للناس مع اللي تيسير هتشتغل دي؟ القوانين، نعم. مع تيسير ان انا انظم لهم الاعمال، انظم لهم التامينات، مم. عشان الناس دي ما تغرقش في القطاع الخاص. مم. انت عارف هيحصل لنا حاجه بقى خطيره جدا، سوق العمل هيمتلئ بالعمال. مم. هنوصل لمرحله ان اي واحد بيفتح منشاه عايز عمال، عايز موظفين، مش لاقي. مم. عارف هيحصل ايه في الحاله دي؟ مم. المرتبات هتزيد. مم. بدل ما الواحد بياخد متوسط اجر 2000 جنيه في الشهر و3000 جنيه في الشهر، صاحب المنشاه مش لاقي عمال، مم. لان البلد اتملت شغل. هنتفاجئ ان صاحب المنشاه بيعرض 4000 جنيه عشان العمال تيجي، او انه هيجيب عمال من باكستان، مم. او انه هيجيب عمال من ليبيا. احنا والسودان. بنجيبهم دلوقتي يا استاذ عمرو. ما احنا بنجيبهم ليه للأسف. برضه؟ ما احنا عندنا مشكله ان العامل المصري عنده استعداد يشرب الشاي ويشرب سيجاره بس ما ما يشتغلش، يتدربش. ويقعد على القهوه مم. ومش عايز يتعلم، مم. ويشرب مخدرات بالليل. مم. فاحنا لما نجيب له عمال من باكستان تشتغل قدام عينه 14 ساعه في اليوم وباجر قليل، غصب عنه هيشتغل. ودي اللي بيسموها تحرير القطاع الخاص، ده اللي بيسموها تحرير الاعمال، وده اللي مشيت بيه امريكا في ال100 سنه اللي فاتت. روسيا مشيت في القطاع العام والاشتراكيه، فشلت. الصين ورا منها فشلت. وحاليا كل دول العالم ماشيه في تحرير القطاع الخاص. وضحت؟ يبقى كده مجموعه قرارات ممكن تتنفذ في خلال 3 ايام، بس احتمال الوزير اللي بعدي يلغيها. ما دي المشكله. يبقى ما عملناش حاجه. بالظبط. الحقيقه رؤى، احنا بنشوف رؤى كتيره الحقيقه، بس زي ما قلنا بس مش بتتنفذ. التنفيذ. بس على فكره بتتنفذ بره مصر. يعني كل اللي انا قلته لك ده مش اختراع، ده كل اللي انا قلته لك ده بيتنفذ. يعني ابسط حاجه اقولها لك، في كل دول العالم دلوقتي اي واحد اجنبي لو جه معاه مليون ولا 2 مليون ودخل عاش في البلد بياخد الجنسيه في خلال 6 شهور. احنا لو جالنا واحد اجنبي ومعاه مليون ولا 2 مليون عشان يشتغل في وسطينا، اولا بنقول عليه انه جاي ياخد خيرنا، مع اننا احنا اساسا ما عندناش اي موارد. تاني حاجه لو فكرنا نديله الجنسيه الناس بتعترض، انت كمان هتاخد الجنسيه بتاعتنا؟ يا عم في ايه يا عم؟ يا عم يعني مثلا في دول دلوقتي زي استراليا، كندا، ايسلندا، نيوزيلندا، السويد، سويسرا، قطر، برازيل، اي واحد اجنبي معاه مليون او 2 مليون، في دول بتاخد اللي معاه ربع مليون دولار بيدخل البلد دي في خلال 6 شهور بياخد الجنسيه. طب ما هو لما ياخد الجنسيه مش هيمشي، ده جيب فلوسه صح، يعني راجل ناجح في حياته. طب لما جيب فلوسه هيعمل ايه؟ هيشتغل، هيعمل حاجه اسمها ماكسمايز لراس المال، تعظيم لراس المال. هيجيب معاه موظفين منين؟ من اهل البلد، من الله ينور عليك، من نفس البلد، هياخد معاه 3. الخبرات اللي موجوده. كل دول ده العالم اوفر عليه كتير من الاستعانه أيوة. بستاف كامل من الخارج. انت لو رحت انجلترا واشتريتي بيت او شركه بتاخدي جنسيه وبتاخدي بعدها حمايه، ما حدش يقدر يحاسبك في العالم كله. لكن في مصر هنا الاجنبي لما بيجي لك هنا الناس واقفه ده جاي ياخد خيرنا، امشي. فبيمشي. بعد ما بيمشي بنتفاجئ ان احنا قاعدين من غير شغل. احنا هنا محتاجين فكره بقى، احنا محتاجين حكومه توجه القطاع العام الصح ايه والغلط ايه. محتاجين الحكومه توجه الاعلام، والاعلام يقول ايه الصح وايه الغلط. لكن الاعلام ماشي بطريقته، يعني ماشي بصراحه، احنا بصراحه منظر، احنا عايشين بطريقه يعني وضع مأساوي، وضع محزن جدا. كل دول العالم بترحب برجال الاعمال الاجانب الا احنا. لو فكرنا في رجال الاعمال الاجانب الناس البسيطه تقول ايه؟ ده جاي ياخد فلوسنا. عدم الثقه في الحكومات، وعدم الثقه في طريقه التعامل وتنفيذ مشروعات كتيره. كان المكسب صفر لمصر، احنا عشنا والمكاسب كانت لافراد واشخاص على حساب المجتمع كله. كل دي موروثات ما ينفعش نتخلص، ممكن نتخلص منها في يوم وليله مع صدق النيه والشفافيه والوضوح. خدي بالك الناس لما عملت، الشعب المصري بطبيعته مش ضد، الشعب المصري بطبيعته مع اي شيء يساعده ويوجهه للافضل. والدليل الاتجاهات السياسيه اللي اتغيرت، ثورتين في اقل من 3 سنين. احنا عايزين الافضل، ويمكن دي اللي تبقى يعني الاستجابه الايجابيه اللي على اساسها ممكن نقيس استجابات تاليه يعني في مجال الاقتصاد وغيره. مصر دلوقتي فيها 90 مليون واحد كلهم بيتكلموا في السياسه، وده اللي ضيعنا. احنا مش عايزين حد يتكلم في السياسه تاني. اصلا احنا من ساعه الثوره الاولانيه بتاعت 25 يناير وكان قناه الجزيره بتقول حسني مبارك عنده 72 مليار دولار وهناخد فلوس وهنبقى اغنياء، والثوره هتخلينا ولسه عايشين في نفس المبالغات. والثوره هتخلينا اغنياء مع الرؤساء التابعين. يعني احنا دايما نبتدي بمبالغات وننتهي بمبالغات. طبعا بعد كده الدكتور محمد مرسي كملها، قال انا عندي مشروع النهارده 200 مليار دولار، ولما مسك البلد ما عملش حاجه خالص.
وفضل يقول ايه ده انتوا بتضايقوني، انتوا ماسكين ايديا. يا سيدي اشتغل، يا سيدي اشتغل. شال المجلس العسكري، شال طنطاوي، شال كل اللي هو عايزه. يا عم اشتغل بقى. احنا واقعين في مشكله عدم ثقه. الثوره الاولانيه قالوا ده احنا هنبقى اغنياء، مفيش حد بيعمل حاجه. بعد كده كانوا بيوزعوا المليارات بيحسبوها، كل فرد يعني بيحسب هيجي له هيجي ايه له مش عارف نسبة 100,000 قد ايه. جنيه. للاسف مع ان الشعب الراجل في الاخر اهو قاعد، الغلبان الراجل في الطيب. الاخر اهو لقوا مش عارف في بنك الاهلي 6 مليون وبنك الثانيه 6 مليون، مش يعني مكملين هي مليار المبالغات يعني. الحقيقه يعني احنا مش عارفين بتؤثر نمسك. علينا سلبا في كل حاجه. ما احنا احنا مش ده اللي بنقوله. ده اي حد يجي نشكر فيه وبعد ما يمشي كل الفلوس اللي اتمسكت يبقى على كل حسني في كل مبارك، عيوب كل الدنيا. الفلوس اللي اتمسكت على حسني مبارك ما يجوش 30 مليون. احنا مش عارفين نمسك له اكتر من 30 مليون. وده واحد عنده 80 سنه بيشتغل بقاله 60 سنه، ايه مش هيبقى عنده 30 مليون؟ ده يعني الحقيقه يعني ما حدش عارف الحقيقه فين زي ما بيقولوا يا استاذ عمرو، لان احنا مبالغاتنا كتيره للاسف. والشعب دايما يؤله كل من يحبه دي مشكله بدون تفكير، ويخسف من يكرهه 7 أرض. للاسف عندنا دي مبالغات طبيعة كتير. تطرف عندنا في مبالغات التعامل حبا وكرها للأسف، بعيدا عن العلم والحسابات العلمية المطلوبة في المرحلة الحالية. كلمة أخيرة حضرتك أستاذ عمرو عن مصر على فين، محتاجة إيه ضروري عشان نقول إن احنا نبدأ لمرحلة إيجابية بمشيئة الله. والله عايز ارد على الجزئيه دي بشقين، الشق الحكومي والشق الافراد. بالنسبه للشق الحكومي مفيش فرصه قدامكم غير العلم، علم الاداره، علم الاقتصاد، علم تنميه الفرد، علم الاجراءات الحكوميه، علم تنظيم الاعمال، علم الهندسه، علم الماليات. العلم هو الوحيد اللي هينقذه من الوحله اللي انتوا فيها. ده بالنسبه للحكومه. اللي مش هيطبق العلم هيغرق وهنذكره بطريقه مش كويسه. ده بالنسبه للحكومه. بالنسبه بقى للافراد، انا اتوقع ان هيطلع جيل جديد من المصريين في خلال 5 سنين من دلوقتي او 10 سنين، جيل ما حدش هيعرف يقف قصاده. ابسط حاجه اقولها لك، كل الشباب دلوقتي بتخلص الجامعه بتفكر تعمل ماجستير ودكتوراه، وماجستير من اوروبا ومن امريكا. كل الشباب دلوقتي بتفكر في ماجستير اداره اعمال وماجستير اقتصاد ودكتوراه في اداره الاعمال من امريكا ومن اوروبا ومن الصين ومن اليابان. حلو. الاعداد الطلبه المصريين اللي بيتعلموا دلوقتي بره مصر اعداد كبيره جدا، حاجه ارقام غير طبيعيه. عدد المصريين دلوقتي اللي بياخدوا اداره اعمال واقتصاد من بره مصر اعداد كبيره جدا. ده ما كانش بيحصل في ال20 سنه اللي فاتوا. كان كل الناس بتتجه لهندسه وتجاره واداب وطب وخلاص على كده. في حاجه جديده طالعه حاليا هي اداره الاعمال والاقتصاد. الطلبه المصريين اللي بتاخد ماجستير ودكتوراه الاعداد ستصل في خلال السنه الجايه ل 100,000 واحد. دول في خلال 5 سنين هيبقى عندنا جيل جديد عنده من 30 ل 40 سنه واقف قصاد جيل عنده من 60 ل 70 سنه. ال 60 70 سنه دول هيتمسحوا باستيكه ودول اللي هيحكموا مصر. مش السنه الجايه ولا السنه اللي بعدها، لكن ممكن من 5 سنين ل 10 سنين. انا اتوقع كده. يعني هنفترض يعني شويه تفاؤل. انا اعتقد ان احنا هندخل على الجيل الجديد ده. يعني في حاليا ضباط جيش وضباط شرطه بيدرسوا اداره اعمال بره مصر بالمراسله بالانترنت اونلاين. في جيل جديد من المهندسين والدكاتره والصيادله بيدرسوا اداره اعمال واقتصاد. ايه علاقتهم باداره الاعمال والاقتصاد؟ بس هم ده علم تسويق كل شيء. في جيل جديد دلوقتي من المصريين بيدرس تسويق ومبيعات اللي هو الماركتنج والسيلز. احنا هنتفاجئ في خلال 5 سنين من النهارده عندنا جيل جديد ما حدش هيعرف يقف قصاده، ولا هنعرف نضحك عليه لا بالوطنيه ولا كل الكلام ده، ولا ان في اعداء من الداخل واعداء من الخارج وفي ايادي سواء. يعني العمل والربح هو الهدف الاول والاخير. ايوه، ما هو حته ان احنا نقعد نضحك بقى على الناس باصابع خفيه واصابع خارجيه واصابع داخليه الكلام ده كله كلام تقليدي يعني. انا متفائل خير يعني ان شاء الله. نرجو ان تكون البيئه مناسبه للاستفاده. احنا اللي هنغير البيئه مش بهذه الكوادر يا رب. احنا اللي هنغير البيئه، احنا اللي هنعمل البيئه، احنا اللي هنهيئ المناخ ان هو يبقى صالح للشغل. احنا اللي ممكن نغير حياتنا، احنا اللي ممكن ننقل الوادي والدلتا نودي نفسنا، ممكن نروح البحر الاحمر ونعمل مدن جديده، ممكن نروح الصحراء الغربيه. احنا اللي بنعمل الشغل مش الشغل اللي بيعملنا. بس جميل. المهندس عمرو علي سيد الباحث في مجال علم الاقتصاد، اتمنى لك كل توفيق، واتمنى ان تكون في اذان، مش بس اذان، وايدي جاهزه للتنفيذ، ويعني نبدا نعمل في كافه القطاعات. لو في حد بيسمعنا من الناس اللي فوق اهلا وسهلا. ما فيش حد، ادينا استمتعنا بالوقت. لا الحقيقه احنا الاستمتاع كان لينا احنا ولكل مشاهدينا ان شاء الله بهذه الافكار الجميله والرؤى اللي نرجو ان تاخذ طريقها للتطبيق بمشيئه الله ان شاء الله. اشكرك. الله يخليك. شكرا. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه النيل للتعليم العالي، كنا معا ونقطه تحول. شكرا لكم والى لقاء اخر ان شاء الله.